السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. نتمنى الكل فيكم بخير وعلى خير. نتمنى الإخوان يبارطاجيو ماكسيموم بارطاج ديال الفيديوهات حول تداعيات الزلزال ديال إقليم الحوت اللي غادي نوضحو فيه بعض النقاط اللي خاصة العام يعرفها. كنتمنىكم باش تبارطاجيو هاد الفيديو. بقاو معاه، تابعوا الفيديو إن شاء الله. رؤساء الجماعات وبعض المنتخبون اللي مرشحين شركة الدواوية، يعني مش نزل شي تصريح ديال شي مسؤول منتخب خرج مستشار أو رئيس الجماعة أو نائب الرئيس، يعني خرج وصرح وسائل الإعلام وعلى التضامن ديالو، يعني وشاف عطى توضيحات شنو هي الإمكانيات اللي يقدر يقدم المجلس الجماعي لهاد العائلة وهاد الضحايا. شفنا التصريحات ديال النساء، يعني شابات اللي كيبكيو بقاو قالك بلا هوية، فقدوا جميع الوثائق ديالهم العائلة ديالهم. يعني واحد الشابة اللي أثرت في مجموعة ديال الإخوان اللي قالت هذاك الروتين اليومي ديالها مبقاش، يعني كل شي مشى ليها، الهاتف ديالها، الوثائق ديالها، الهوية ديالها، ما عندها حتى شي ورقة ذهب. يعني هاد الناس هادو كيفاش غيديرو معاهم حل؟ كنشكرو جميع اللي قدم سواء الكثير أو القليل لهاد الناس هادو، رغم أن كاينين بعض التبذير بعض الأماكن، يعني وكاين كذلك بعض المواد الغذائية اللي بيريمي حتى هي ترسلات وشفنا فيديوهات ديالها. كذلك ملاحظة ديال التدخل ديال مجموعة من الأشخاص اللي كانوا منظمين، يعني بعض القوافل وبعض الأشخاص اللي كانوا يعني طريقة عشوائية في التوزيع، يعني ما كانش واحد التنسيق. كاين بعض الدواوير اللي تستافدوا 3 خطرات طبعا، كاين واحد الدواوير اللي باقي متستافدوش، الناس كيطالبوا بالخيام، يعني البرد دابا وجه الشتا، يعني خصهم فين يعني يرتاحوا ويتخزنوا البرد والشتا. وكنشكر الإخوان قاعدين يساهموا بالخيمات والضروات، هادشي كلشي مزيان. وكذلك كنتلامسوا الدولة المغربية هي باش تقوم بالواجب ديالها. شفنا بعض الكونتينرات اللي غادي يوصلوا، ونتمنى ان شاء الله هاد الازمه هذه تفوت وترجع للمياه مجاريها كما كنقولوا، رغم انه غتبقى الحرقه ديال العائلات اللي فقدوهم، وهذا الشيء غيتسجل في التاريخ. وهذا التضامن ديال المغاربه الحمد لله اللي علنوا عليه، يعني في هذه الفتره هذه، يعني راه كان في واحد المستوى جيد. كذلك الحمد لله شفنا الزياره الملكيه ديال صاحب الجلاله اللي تفقد الراعي ديال الأوفياء بالمستشفى الجامعي بمراكش. كذلك العملية ديال التبرع بالدم، الحمد لله هذه كلشي مؤشرات يعني كتشوف في الصدر. شفنا الناس كيفاش استقبلوا صاحب الجلالة بواحد الحرارة في المستشفى رغم المرض ديالو، يعني في الفرحة وكيواسع عليهم شوية. وكنتمنى إن شاء الله باش كلشي فاتت فيها المولوية لهاد الناس هادو في إعادة إعمار يعني المساكن ديالهم. نطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يخفف علينا يعني منزل ويحفظنا من الزلازل، ونتمنى التوفيق وتبارك الله عليكم. صباحكم مبروك، كان معكم عبد الرزاق زبزات، حياكم الله.